السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نورتوني وشرفتوني في قناتي حكاية من كل بيت. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة بفكركم ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم من كل جديد. بصوا يا جماعة، الموضوع حالة التعدي بالضرب على ممرضات في مستشفى وسنا المركزي العام طبعا كانت حديث جميع مواقع السوشيال ميديا. في ضابط طيار ومعاه ناس جايه معاه، كان معاه حاله. قالوا ان الست دي يا جماعه كان عندها حاله نزيف، بس حاله نزيف مش خطر، يعني حاله نزيف خفيفة شوية. المهم إن الحالة الممرضة شافتها وطلعت للدكتور المختص. كان في غرفة العمليات قال لها اعملي لها سونار واعملي اللازم لحد أنا ما أخلص العمليات وأنزل وكده. بس قالوا الممرضة نيمتها على السرير، وقالت لها عشان ما تفضلش واقفه فالنزيف يكتر عليها. ليه وليه الدكتور مثلا ما نزلش في وقتها؟ قام الضابط الطيار ده والناس اللي معاه اتهجموا بالضرب على 5 ممرضات و3 عمال في المستشفى. ضربوا الفيديو يا جماعة، لو تشوفوه الفيديو حاجة صعبة جدا جدا. نزلوا على الممرضات ضرب 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 بكل بشاعة وبكل قسوة. وكمان الضابط بقى يضرب في الممرضات. انتوا لو تسمعوا الفيديو يا جماعة، صراخ وصويت الممرضات والعمال اللي في والعاملات اللي في المستشفى حاجة صعبة جدا. وكمان في ست يا جماعة اللي هي شايفينها في الصورة اللي لابسة اسود دي، ماسكة في ايدها كرباج. انا هتجنن يا جماعة واعرف هي جابت الكرباج منين، وكانت نازلة على الممرضات ضرب. طب هي مش عارفة يا جماعة ايه اللي وصل الحالة ان الضابط يضرب الممرضات الضرب المبرح ده، وضرب بشع جدا جدا. وكمان الناس اللي جاية معاه كانوا بيضربوا الممرضات والعاملات. حتى لو فرضنا يا جماعة هنقول الحالة، هم ما قالوش ان الحالة اللي هي الست اللي كانت بتنزف وجاية مع الضابط انها توفت. قالوا لا، ما فيش انباء ان الحالة توفت. انا قلت يمكن يا جماعة اللي خلاهم في حالة هستيرية والضابط في حالة هستيرية غريبة كده، ان ممكن الحالة اللي جاية مع الله اعلم هي زوجته بقى او اخته او تقرب له. ما فيش اخبار مؤكده هي تقرب له الست اللي كانت بتنزف، هل هي في اخبار مؤكده؟ قلت يمكن هي توفت، بس قالوا لا، يعني إيه هي الست ما توفتش. قلت يمكن لما توفت هم يعني خلوهم في الحاله الصعبه ده، والضابط يضرب الممرضات الضرب الجامد ده. والست دي انا مش عارفه جابت الكرباج منين اللي كانت بتضرب الممرضات. الفيديو يا جماعه فيه كميه صراخ وصوات عاليه جدا جدا في مستشفى وسنا المركزي العام. حاجة صعبة جدا، مهما يكون ما كانش يحصل كده يا جماعة في مستشفى. حاجة صعبة، شغل بلطجة وشغل ضرب وأصوات وصراخ، يعني ما ينفعش خالص. وطبعا هل المحضر هيمشي زي أي حد، ولا عشان ده ظابط المحضر هيتقفل على كده؟ وكان الله بالسر عليم. مش عارفين يا جماعة ايه اللي هيحصل، ومتابعين الأخبار في الفيديو ده. بس هو مسبب إزعاج لناس كتير جدا جدا على مواقع السوشيال ميديا. ربنا يستر.